بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء. اليوم جيناكم بوصفة جديدة وهي مسخن الرز. والمكونات: صدر دجاج مقطع صغير، بصل مقطع، ملح، فلفل أسود، سماق، حبهان مطحون، زيت زيتون. وطبعا زيت الزيتون هو الأساسي في هذه الوصفة، والسماق. أول إشي بنجيب طبق بنحطه على النار وبندير فيه زيت الزيتون، وزيت الزيتون زي ما حكينا هو الأساس في هذه الأكلة. بنضيف إليه البصل وهو بارد، طبعا على نار متوسطة. نستمر في تحريك البصل على النار حتى يبدأ شوية، وبنضيف هذه اللحظة شوية من السماق. ما بنضيف له الملح في البداية علشان مية البصل ما تنزل. نستمر في التحريك لغاية ما تكبر البصلة. هيك ايش بنسوي؟ بندير الصدر المغسول عنا ومنضف قبل هيك، غسلينه ومنضفينه، وبنحرك على نار عالية برضه عشان لحمة الصدر ما تنزلش ميتها. نستمر في التحريك. نضيف رشة فلفل أسود، ثم نضيف رشة الملح. عدينا النار لأنه قرب الصدر يستوي. شوي من السماق. استمر في التحريك. ثم نضيف شوية الهيل المطحون، حب الهام. نستمر في التحريك. بهيك أصبحت حشوة المسخن جاهزة. بنظبط العيار، بدها ملح بنزيد، إذا بتحبوا مالح، بدها فلفل بتحطوا، إذا بتحبوها حامضة كتير بتزيدوا شوية سماق إلها. إذا لاحظتوا الخلطة فيها شوية مية من البصل أو من الصدر تعطوها وقت زيادة من النار الطبيخ. علشان نحشي المسخن الرول لازمنا فراشيح أو شراك زي ما بسموه، ولازم يكون الفطير سخن عشان يكون سهل معنا في الحشي. بنجيب الفطيرة بهذا الشكل، بنحطها ونقطعها من النص، نقطعها زي ما انتم شايفين. نفردها هيك، نقطعها بهذا الشكل. بصير عندنا كل فطيرة 4 مثلثات زي ما انتم شايفين. وبهيك احنا بنكون خلصنا، قطعنا كمية الفراشيح اللي عندنا كلها بهذا الشكل مثلثات. من هين بجيب صينية ويدهنها بشوية زيت زيتون، ونجيب الحشوة ونبدأ نحشي الفراشيح اللي قطعناهم بهذا الشكل. هذا شكل.
ماشي، هنصفهم الصينية. وبهيك بنكون خلصنا كمية الفراشيح اللي عندنا. بالنسبة لللف، هذه طرف الفطيرة ساعة اللف لازم يكون في قاع الصينية عشان ما يفتح معنا أثناء الشوي. وبنشويها من تحت في فرن، وندهن وجهها قبل ما ندخلها الفرن شوية زيت زيتون، وبنحطها في الفرن من تحت للشوي، بس شوي الوجه. عيني الأعزاء حبايبي، رجعنا لكم بعد ما خبزناها في الفرن. هي مش خبيز، هي مجرد بس نحمر وجهها تحت في الشواية، وهيك بكون المسخن أصبح جاهز. وصحة وعافية على قلوبكم. ما تنسونا من الاشتراك في قناتي واللايكات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.